العين فلقت الحجر. تخيلوا لما الطاقة السلبية توصل للأذى. الحسد عبارة عن طاقة سلبية بتتوجه لكم من أشخاص، زي ما احنا عارفين إن الكون كله عبارة عن طاقات. في طاقات العلم قدر يكتشفها ويقيسها ويستخدمها، وطاقات تانية العلم عمره ما قدر يستخدمها أو يقيسها أو يثبتها، لأن احنا ضعاف جدا قدام قدرة ربنا. استحالة نقدر نثبت كل حاجة موجودة على الأرض. بس أنا عن نفسي مؤمنة جدا بوجود الحسد، وطالما هو اتذكر في القرآن فأنا مصدقة إن هو موجود. عارفين يعني ايه حسد؟ يعني ان شخص يبص للنعم اللي موجوده في حياتك ويتمنى انها تزول من عندك وتروح لعنده هو. الشخص ده بيبقى مستكتر حقيقي بجد النعم اللي انت فيها، سواء بقى كانت فلوس، اولاد، شغل كويس، اي حاجه انتوا عندكم نعمه، الشخص ده بيبص ان هي كتيره جدا عليك وانك ما تستاهلهاش. تخيلوا بقى الحقد والغل والسواد عامل ازاي، لدرجه ان الحجر يتفلق نصين في قصة الحسن والحسين. طيب احنا ازاي نتعامل مع الحسد ده ونحمي نفسنا ازاي؟ زي ما احنا عارفين ان الناس مختلفين وطريقة تعاملهم مع الحسد بتختلف حسب الانسان. يعني في ناس تقول مفيش حاجة اسمها حسد اصلا، وفي ناس تانية بتقول ان اي حاجة تحصل لها وحشة دي بسبب الحسد. انا وقعت اتعورت انا محسود، انا فشلت في شغلي انا محسود، انا عييت انا محسود. كل حاجة ترجعها للحسد. طبعا لا ده صح ولا ده صح. الصح ان انا اؤمن بوجود الحسد بس ما سيبش ده يأثر على حياتي. لازم اتقبل اقدار ربنا اللي هو كاتبها لي، سواء كانت حلوه او وحشه. طب احمي نفسي ازاي بقى من الحسد؟ احنا لازم نحصن نفسنا مهما كانت معتقداتنا او ادياننا. كل دين له الطريقه اللي بنحصن بيه نفسنا. يعني احنا مثلا المسلمين الصلاه بتاعتنا وقراءه القران حتى لو صفحه واحده في اليوم بتحمي من الحسد. وزي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. مش لازم تقعدوا تقولوا كل حاجه في حياتكم يا جماعه للناس. داروا على شمعتكم تقيل، حاولوا انكم دايما تداروا على شمعتكم. بالنسبه لنا كمان كمسلمين الرقيه الشرعيه بتكون مهمه جدا ان احنا نصون نفسنا ونحمي نفسنا من الحسد. يا ريت لو نعملها كل اسبوع مره يوم الخميس، هتفرق معانا جدا. واخر حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما بيدعي للحسن والحسين وبيقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. خلوه دعاء يومي ليكم ولاولادكم تحفظوا بيه نفسكم وتصونوا بيه نفسكم. كان معاكم غادة يسري. باي.